أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. قصتنا اليوم عن عيلة بتنتقل لبيت بمكان منعزل ليبلشوا حياة جديدة بعد ما مروا بفترة عصيبة، بس بتكون بداية لأشياء غريبة ووقائع غير مفهومة بتنتهي بكارثة. بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة عم تغرق وعم تنادي لأمها لتنقذها، ومنشوف وحدة مع زوجها وولادها بتصحى مرعوبة بالسيارة وبتكون عم تحلم بهذا الشيء، وبيكون زوجها أخدهم على بيت جديد بمكان منعزل، ولما بيصلوا بيلاقوا البيت حلو كتير بس محتاج تنظيف. وبالليل بتكون الأم عم ترتب الأغراض وفجأة بتلاقي طابة وقعت من الطابق الثاني، فبتقوم بتطلع وبتلاقي فوق في صندوق وفي أغراض ودمية بشعة، فبتاخدها وبتطلع بترميها بزبالة. تاني يوم الصبح بيفطروا كلهم وبيروح الأب على شغله وبياخد الأولاد ليوديهم على المدرسة، والأم بتبقى بالبيت وهي عم تضب الأغراض بتفتح الخزانة وبتشوف الدمية بقلبها، فبترتعب وبتاخدها وبترجع بترميها بزبالة. ومنشوف إبريل قاعدة وحيدة بمدرستها الجديدة. بعدها منشوف بنت صغيرة طلعت من البيت وصرخت، وفجأة بتصحى الأم وبتكون عم تحلم. تاني يوم الصبح بتفوت الأم لتصحي ابنها أندرو على المدرسة وبتلاقي معالق الدمية نفسها وبترجع بترميها. ولما بيكون زوجها بشغله بيعزم زميله على العشاء هو وزوجته. بعدها بتكون زوجته عندها موعد عند الدكتور النفسي وبيسألها عن سبب انتقالهم لسافانا، فبتقول له إنه كانوا حابين يبلشوا ببداية جديدة وإنه نعانوا من مأساة ببيتهم القديم وما عاد قدرت تبقى هنيك أكتر. ولما بيسألها شو هي المأساة فبتقول له إنه فقدوا بنتهم الصغيرة أليس يلي بتكون توأم أندرو. وبالليل بيكونوا قاعدين عم يتعشوا مع جيمس وزوجته فينيسا، وبتحكي لهم عن عائلتها وإنها أجت من جنوب أفريقيا وجدتها كانت مشعوذة وعند علم الروحانيات، وهي اتدربت على القليل من الروحانيات من جدتها. وفجأة وهن قاعدين بصير أندرو ينزف من أنفه، فبتاخده أمه لتغسله. ولما يكون ريكي عم يودع صديقه وزوجته بتقول له فانيسا إنه يبقى بعيد عن الأبو لأنه هي حست بظلام هنيك. وبالليل بتحلم الأم بأندرو وهو قاعد مع بنت صغيرة بتشبه الدمية وعيونهم سود وبتشعل وراهم نار، وفجأة بتصحى وهي خايفة. وتاني يوم بيكونوا كلهم طالعين بنزهة بس إبريل ما بترضى تروح معهم، وهي قاعدة بحديقة البيت بتجي لعندها ليلاس وبتقلها إنها جارتها وبتتعرف عليها. والأم بتكون قاعدة مع أندرو وبصير يحكي لها عن يلي بيموتوا إنه لازم يصلوا له، بس هي بتقول له إنه هن عيلة مو ملتزمة بأمور الدين. بس بيقول لها أندرو إنه هي المشكلة وإنه إذا الواحد مات رح تتحطم روحه ويروح على الظلام، بس هي بتحاول تفهمه إنه هالشي مو صح. وبالليل لما بتكون ريتشل نايمة بتحلم بالدمية وبصوت طفلة عم تنادي لها، وبتصحى ريتشل وهي مرعوبة، وأندرو هو نايم منشوف الدمية وراه. تاني يوم الصبح لما بيكون ريكي بشغله بتجي لعنده فينيسا وبتقول له إنها سألت جدتها بخصوص بيته الجديد، وبتحذره منه وبتقول له إنها خبرتها عن تاريخ هذا البيت وبتخبره إنه في قوة شريرة كتير ببيته وإنه هو عائلته بخطر، بس هو ما بيصدقها وبتمشي. وبالليل بتفوت ريتشل على غرفة أندرو وبتلاقيه قاعد مع الدمية وعم يحكي معها، وبتاخد الدمية وبترميها وبتحرقها. ومنشوف أندرو بغرفته عم يقول بترجاكي ما تغضبي منها، ومنشوف الدمية ظهرت قدامه من جديد. تاني يوم الصبح لما بتكون ريتشل عم تودع أولادها قبل ما يروحوا على المدرسة بيقول أندرو ببعض الأحيان بيستيقظوا وبيكون قاصد الأموات وبيمشي. وبعد ما يروحوا بتطلع ريتشل على غرفة أندرو وبتفوت لتشوف إذا الدمية موجودة وما بتلاقي شيء. بعدها بتتصل ريتشل بريكي وبتخبره إنها عم تسمع ضجة من الطابق العلوي، وبيقول لها إنه يمكن سنجاب دخلوا حيتفقد الوضع لما يجي. وبتكمل شغل البيت وفجأة بتسمع صوت من فوق، ولما بتطلع بتسمع صوت تكسير إزاز. بترجع على المطبخ بتلاقي الصحون مكسرة والورود يلي حطتهم مدمرة، فبتروح على الحمام لتغسل وتهدى. وبعد ما تطلع منشوف انعكاسها ثابت وعم يضحك. بعدها بتكون ريتشل رايحة على موعد الدكتور، بس فجأة بتتعطل سيارتها وبيجي جارها وبيصلح لها إياها، وبيقول لها إنه ما تصدق الزنوج بهي المنطقة لأنهم بيكذبوا كتير. وهي عند الدكتور بتحكي له إنها بتشعر بالذنب وإنها سبب بموت بنتها أليس، وبتحكي له إنه بيوم راحوا كلهم على حديقة الحيوان بس هي وأليس بقيوا بالبيت لأنه أليس كانت تعبانة، وسطحتها بغرفتها وهي راحت لتاخد قيلولة، بس لما صحيت راحت لتطمن عليها وما لقتها، ودورت بكل البيت بس ما لقتها. ولما تفقدت الحديقة لقتها غرقانة بالمسبح. تاني يوم الصبح بتصحى ريتشل على رنة التليفون، ولما بترجع بتسمع صوت البنت الصغيرة وبتقلها ما بصير تكوني نايمة، الأشياء السيئة بتصير وانتي نايمة. وبعدها بتكون عم تشوف صندوق كان موجود بالبيت وبتلاقي فيه صور قديمة ومن ضمنهم صورة للدمية، فبتسكره فوراً. ولما بتكون قاعدة بتشوف جنبها طفلة بتشبه الدمية بس هي مو شايفتها. والمسا بتطلع لتنادي لأندرو مشان يتعشى، وبعد ما يطلع من الغرفة بتاخد جهاز التسجيل اللي حاطته تحت تخته وبتروح لتشغله، وبتسمعه عم يغني ومعه طفلة تانية عم تغني وبتنصدم كتير. وبالليل منشوف أندرو عم يمشي والبنت الصغيرة بتقول له وين رايح؟ لا تروحوا ما بصير نكون هون. وبنسمع صوت مي وبيكون رمى حاله بالمسبح، وبيصحوا أهله على صوته وبيركضوا بيطلعوه من المسبح، وبتكون ريتشل خايفة كتير وعم تبكي. وتاني يوم الصبح بتطلع ريتشل لتسمع المسجل يلي بغرفة أندرو،
وبتسمع البنت عم تقول له إنه عيلتك ما بتحبك وأمك سيئة، وبعدها بتسمعها عم تقول لها هذا خطأك، أنت قتلتيني. وبتروح بتتصل بريكي وبتقول له يجي لعندها فوراً. تاني يوم بتكون ريتشل عم تشتغل بالبيت وبتسمع صوت بنتها عم تقول لها انداري وتطلعي علي، فبتندار وبتحمل صورة بنتها. وبعدها بيندق الباب وبتكون جدة فينيسا جوزيفين، وبتفوت لعند ريتشل وبتقول لها إنها قلقانة على سلامتها هي وعائلتها، وبتحكي لها إنه كان في منزل تحت هذا المنزل تبعهم، وإنه جدها كان مزارع بالقرب من هالمكان، وسمع إشاعات إنه هالمكان عبارة عن قطعة من الجحيم. بس ريتشل بتعصب عليها وبتطردها من البيت، وقبل ما بتمشي جوزيفين بتقلها شو ما صار لا تنزل على الأبو أبداً. ومنشوف ليلاس اللي تعرفت عليها أبريل كل يوم بتجي لعندها، وأندرو قبل ما ينام بسد باب خزانته. وبالليل بتصحى ريتشل على صوت بنتها يلي بتعتذر منها على يلي قالته. تاني يوم بتروح أبريل مع ليلاس على الغابة وبتورجيها ليلاس المقبرة، بس أبريل بتخاف كتير وبتتركها وبترجع فوراً. وبيجي جارون لعند ريتشل وبيقول إنه ريكي طلب منه يرمم غرفة الطفل الصغيرة، فبطلعوا على الغرفة ليشوفها وببلش شغل. بعدها بتكون ريتشل عم تطلع أغراض بنتها أليس، وبنشوف شبح أليس واقف وراها. وبالليل بتصحى ريتشل وبتقوم على غرفة أليس، وبنفس الوقت بيصحى أندرو مرعوب وبيقوم من تخته فوراً. وبنشوف ريتشل بالمراية قاعدة وبحضنها أليس، بس بالواقع بتكون قاعدة وبحضنها الدمية المحروقة. تاني يوم الصبح بتاخد ريتشل ولادها على الحديقة، وبالبيت بيكون ريكي لحاله وبتجي لعنده ليلاس وبتحاول تتقرب منه بس هو بيطردها. بس فجأة بتشوف ريتشل أليس واقفة جنب البركة، وبيجي أندرو وبيدفشها، فبتركض على المي وبتصير تدور عليها وبتخانق ابنها. وبيجوا الإسعاف وبيتصلوا وبيخبروا زوجها ليجي وبيخبروه باللي صار. وبالليل بنشوف ريتشل قاعدة مع الدمية بغرفة أليس وعم تغني لها، وبيطلع صوت بنتها وبتقلها أنا بحبك ماما بس هن لا، وبدهم يفرقونا. وتاني يوم الصبح لما بيكونوا قاعدين عم يفطروا بيصل لريكي مسج من رقم غريب، وبيبعتوا له صورة لإله هو وليلاس، وبتكون ليلاس عم تهدده تخبر زوجته. وهو بشغله بتجي لعنده فانيسا وبتقول له إنه إجتها رؤية لشي شرير كتير بأبو بيته، وبيقول لها إنه هو ما عنده أبو. وبالليل بتصحى وبتقول لها أليس صار الوقت، وبتقوم من تختها، وبصير صوت أليس إلا الحقيني، وبتفوت على غرفة أندرو وبتكون الدمية قاعدة جنبه، وبنشوف ريكي لحقها وبيقول لها شو عم تعملي هون. وبيقوم أندرو بيحط الدمية بالخزانة وبيسد الباب. وتاني يوم لما بتكون أبريل بالمدرسة بتتصل بليلاس بتعتذر منها إنها تركتها وبتطلب تقابلها بالمقبرة يلي بالغابة. وبالفعل بتروح أبريل على المقبرة بعد المدرسة وبتستناها، بس ليلاس ما بترد عليها ولا بتجي. وبعدها بيقابل ريكي دكتور ريتشل وبيقول له إنه قلقان مشانها وإنها صارت خطيرة، فبيقول له الدكتور إنه ريتشل ما تعاملت مع وفاة بنتهم أليس صح؟ فبيتفاجأ ريكي وبيقول له مين أليس؟ فبيقول له الدكتور إنه ريتشل قالت له عن وفاة بنتهم أليس بالمسبح، لهيك انتقلوا لهون. فبيتركوا ريكي وبيمشي فوراً. بعدها بيتصل بفانيسا وبيسألها ليش العيلة غادروا قبل ما يكتمل البيت، فبتقول له إنه هن انتقلوا لما كان الأب عم يكمل البيت، وبلشت تصير معهم أحداث غريبة. ولما غرقت بنتهم بالمسبح عرفوا إنه لازم يمشوا وغادروا البيت فوراً. وبيرجع ريكي فوراً على البيت وبيلاقي الكهرباء مطفية بكل البيت، وبصير يدور على ريتشل وابنه، وموبايله بيخلص شحنه. وبعدين بيلاقي ريتشل بغرفة أليس وحامل الدمية عم تغني لها، وبيسألها وين الأولاد، فبتقول له عم يلعبوا مع رفقاتهم بالأبو. فبيعصب عليها وبيقول لها وين الأبو، بس هي بتقول له ما تخاف أصدقائهم لطفاء. وبيطلع ليدور عليهم وبيسمع صوت طفلة عم تقول له تعال العب معي، وهو عم يمشي بيلاقي صورة لليلاس والواضح إنها صورة قديمة، وبصير يسمع صوت ضحك ولاد. وفجأة بيظهر له شبح البنت فبيخاف وبيركض، وبيسمع صوت موسيقى وبيلحق مصدر الصوت، وبيفوت على غرفة وبيلاقي فيها كتير من عالم من الزمن القديم، وبيشوف جارهم يلي صلح لهم الغرفة معهم، وبتشكر بنته ليلاس إنها اشتغلت بجد لسنوات عديدة. وبتجي ليلاس وبتقول لهم إنه للأسف في شخص هون ما تمت دعوته، وبيجي شخص من ورا ريكي وبيحط على راسه كيس. بعدها بنشوف ريكي مع جاره يلي بيكون شكله مخيف وعيونه سود، وبيقول له إنه هذا بيته، فبيخاف ريكي وبيركض ليدور على أولاده. وبيفوت على غرفة أندرو وبيشوف آثار أقدام بالدم على الأرض، فبيفتحها وبيلاقي باب الأبو، وبيفوت منه وبينزل على الأبو وبيلاقي باب خشب بالأرض، وبيحاول يفتحه وبيكون تحته حفرة عميقة، وبصير يسمع أصوات مخيفة وبيلاقي صندوق مقفول فبياخد حديدة وبيحاول يفتحه. وبنشوف شبح بنت مخيفة طلع من الفتحة وهو بيفتح الصندوق وبيشوف أليس جواته وعيونها سود، فبيخاف وبيطلع فوراً على البيت. وبيشوف الدمية قدامه وبيجي جاره وبيربط حبلة على رقبته وبيصير يسحبه. بعدين بنشوف ريتشل قاعدة وجنبها أليس، وبالواقع بيكون جنبها ليلاس. وبعد مرور سنة بنشوف ريتشل بالسجن وعندها الدكتور وبيسألها وين حطت جثث عيلتها، وهي بتضحك بشكل غريب. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.